يا ويلي على قلبي، مثل ما تعرفون جد التحديث الجديد، ومو بس هاي، كريستيانو رونالدو بعده قاعد يبكي بالزاويه لان ما سووا تعاون ويا يا ويلي على قلبي. بهذا التحديث راح اشرح لك هوايه اشياء، مو بس هاي، راح اعطيك خدع ونصائح اسطوريه مثلك يا اسطوره. فيلزم عندك تتابع الفيديو للنهايه، وخليني لايك، واذا تحب تشترك اشترك. طبعا اني محتواي مو بوجه موبايل، ولكن انشر بس عن التحديث وانطي كم فيديو خدع، وها هي باقي الفيديوهات حصلت كلها فلوقات. فتابع الفيديو للنهايه وخلوا لايك، وتعالوا نبدي. اول شيء لازم تعرفوه اللي هو الفوتبول كارنفال، والاكثريه تنزل هنا. الاكثريه تنزل هنا، ما تعرف فين يودي فين، ومنو كتل منو. لهناك الكتل يصير يعني على الكتالوج، يعني خبز يمين يسار. ولكن الحلو بالموضوع اول ما تنزل هنا راح يعطوك هذا الكارت، وتقدر ترجع للجيم. يعني عندك روح مره واحده، بدل ما صاحبك يقول لك حسوي فضل عليك وارجعك، لا، انت ترجع لحالك. هذا الشيء الحلو. والاكثريه تنزل وين؟ تنزل هنا بالوسط يابا. ليش؟ مو مشان شيء، بس علشان حذاء ميسي الاسطوره وكريستيانو. كريستيانو. فالكل تنزل هنا على المؤاخذه حتى تاخذ تكرمون الحذاء مال ميسي. ليش؟ لان بي اشياء خارقه، ومن عندها انه التنقل بسرعه من النقطه اي للنقطه بي. واهم هاي الاشياء انه صاحبك البوت يعتبر نفسه هكر بس يستخدم هاي القوه. يعني بين قوسين يعيش اللحظه انه هو هكر وانه هو قوي، هو اسرع واحد باللعبه وما حد يقدر يكتله. نورث اور ويست يو ار ذا بيست. مو بس هاي حب قلبي، قلت لك هنا الاشتباكات جدا قويه، فما تعرف على غفله يطلع لك واحد بوجهك. فانت دائما تكون مستعد حب قلبي، وسلاحك بيدك، ومو بس تقضيها ركض منا ومنا، لا حب قلبي، ايدك سلاحك بيدك وامشي. عوف الركض بعدين نركض حب قلبي. راح افهمكم شلون نركض بعد ما اقول لكم عن هاي الطوبه. هاي الطوبه يعني ما شاء الله عليها، اذا شلناها بايدينا الحركه مالتنا حصير جدا بطيئه، ولكن بيها شغلات حلوه راح اشرحها لكم. وبالنسبه للركض قلت لكم راح نركض احنا، ولكن كل شيء بوقته حلو. سبيل المثال شوفوا هنا الشباب الحلوين ما شاء الله شو كيوت. لك شو هيدا؟ لا شوفوا، اشتبكت وياهم والدم مالتي شلون صار قليل وما عندي دم. فهنا شو اسوي حب قلبي؟ قلت لك كل شيء بوقته حلو. هنا نركض. نركض ليش؟ حتى نهرب. وانتم تعرفون الهروب نصف المرجله. فهنا شو نسوي حب قلبي؟ نستخدم القوه مال ميسي ونهرب حتى شنو؟ حتى نعبي دم. شوفوا مرت اللخ هربت. وخلي ببالك انت تستخدم القوه مال ميسي وتقفز من مكان عالي ما راح تتدمج. فهسه شنو عرفنا احنا؟ خاصيتين او ثلاث خاصيات جدا حلوه. اضيف الخاصيه الرابعه مال صاحبك البوت، يعني يحس نفسه هكر. وشوفوا امامكم حبيت دم، وراح ارجع شو اسوي؟ ارجع اخبزهم بكل سهوله. قلت لكم سرعه التنقل جدا حلوه باستخدام هذا الحذاء تكرمون، تخليك يعني تسوي فلانك سريع على عدوك. شوف هم هياتهم ما شاء الله عبالهم انه اني هربت وها هي بعد، ولكن انا هربت بس اعبي دم وارجع لا اكثر ولا اقل. وشوفوا استخدمت القوه مرت اللوك حتى ما اخليه عالجه. سرعه التنقل جدا حلوه. وهاي الطوبه اللي امامكم بيها شغلات جدا حلوه راح اشرحها لكم. والشغله السلبيه اللي بيها انه اللاعب يصير جدا 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 بطيء. ولكن اكو كره ثانيه تقدر انت تتحول الى كره. شوفوا امامكم ايش راح اسوي هنا أنا حاليا. راح استخدم هاي الشنطه المتواجده تلقاها يعني بهاي المدينه او باماكن ثانيه، وتتحول الى كره. وانت هنا تقدر تفنش العدو كذلك. ولكن خلي ببالك هاي الكره يعني ب10 طلقات تقريبا تتفلش. والحلو بالموضوع بهذا البوق يعني دق ازعاج حب قلبي، وجبناها على كرة القدم. تعرفون انتم بالخريطة اكو ملاعب كرة قدم متواجدة بالخريطة، تقريبا 4 أو 5 ملاعب. هاي تنزل عليها صراحة اللوت لا بأس بها، يكفي سكواد واحد لا أكثر، أو خلينا نقول يا سكواد ونصف زائد مصاريف الشحن. يلا لخاطركم. تنزل هنا أكو هاي الكرات متواجدة. وهنا أنت شو تسوي حب قلبي؟ تصير يعني لاعب محترف وتسجل اهداف، ولكن لازم تكون داخل الدائره المتواجده وسط الملعب مو خارج الدائره. اذا انت خارج الدائره ما راح ينحسب لك الهدف. والهدف له هدف، مثل ما انت هنا قاعد تشاهد الفيديو لك هدف انه انت تريد تتعلم وتشوف الاشياء الجديده المتواجده هنا. انت كل هدف تسجله من داخل الدائره ايش راح يصير؟ راح ينحسب لك وراح تنفتح لك الصناديق. مثل ما تشوفون امامكم جنب الهدف اكو صناديق، او جنب الشباك اكو صناديق. هاي كل ما تجيب هدفين بكل شباك راح ينفتح لك الصندوق. شوفوا هنا اكو صندوق، وخلفي كذلك اكو صندوق. يعني فتح هذا الصندوق والصندوق الثاني خلفي. هم لازم تجيب هدفين هنا وينفتح لك الصندوق. وتعالوا نروح وين؟ على سانتياغو برنابيو، مكان سري او ملعب سري مو الاكثريه تعرفه. شوفوا يابا بالمستشفى او جنب المستشفى هذا الملعب موجود، ولكن ما موجود بالخريطه، ما مبين عندك بالخريطه. تنزل هنا اللي تكفي سكواد واحد لا اكثر. بعض الاحيان تلقى
عدم المؤاخذه الحذاء مال الاسطوره ميسي، وبعض الاحيان ما تلقاه، وبعض الاحيان يعطوك اشياء ثانيه. وقدامكم هاي الصناديق الها مهمات، وكالعاده قلت لكم تسجلون هدفين هنا وهدفين هناك، وهالسوالف كلها راح تنفتح لك هاي الصناديق. واكو كذلك شباك خارج البناء هذا، فكل شباك لها معنى. يعني عندكم هاي الصندوقين اللي هنا المتواجده، قلت لك تسجل هدفين هنا وهدفين هناك، ينفتح لك هذني الصناديق. والصندوق اللي شفتوه هذاك برا اكو شباك خارج البناء هذا، تروح تسجل به اهداف ويفتحوا لك الصندوق الخارج هذا الملعب. فشيء مرتبط بشيء احب قلبي، يعني ليش اقول لك دائما تتابع الفيديو للنهايه. ولكن بعد اكو اماكن سريه ثانيه. شوفوا هنا بوشنكي كذلك يم الاسترجاع اكو ملعب كذلك، والملعب هذا ما متواجد بالخريطه، ما مبين لك بالخريطه. فانت تعال هنا كذلك ولوت اللوت الاسطوري. قلت لك اللوت يكفي سكواد واحد تقريبا، ويعني اذا انتم ما شاء الله عليكم يعني ما تحبون تلوتون هوايه حنقول يكفي سكواد ونص. ولكن اذا ما شاء الله وياك واحد عنده الشنطه ليفل 20 فانسى الموضوع حب قلبي، يكفي لاعب واحد بس. فشفتوا اكو اماكن سريه بعد بالخريطه، ونفس هذا الملعب موجود بيسنايه، وبعد اكو بمكان رابع. وان شاء الله بالفيديوهات القادمه اجيبها لكم او اشرحها لكم. وتعالوا هسه نجي وين على هاي كره القدم اللي نشيلها بايدينا. قلت لكم سلبياتها انه اللاعب يصير بطيء، ولكن بيها شغلات ايجابيه جدا حلوه، وهسه راح نستخدمها وتشوفوها انتم كذلك وتستخدموها انتم كذلك. يعني مو بس استخدام واحد، لا لا، عده استخدامات. شوفوا امامكم نوبك ثاني لاعب وراح اروح شنو، بس حاب امزح معاهم، والله بس حاب اتونس. راح استخدم هاي الخاصيه. ليش؟ لان هو قاعد يعالج صاحبه. فايش راح اسوي؟ راح اسحبه من مكانه واخليه يطلع من مكانه، يعني يطلع من الكمبره اللي هو بيها. يعني بعد اليوم ماكو كمبره حب قلبي. بسم الله عليك، بسم الله عليك. شفت شنو اللي صار؟ ما خليته يعالج صاحبه وما خليته يكمبر، يعني خليته يطلع من الكمبره مالته. ولكن الشيء السلبي بهاي الخاصيه ان اللاعب يصير جدا بطيء. وبسم الله عليك يا ويلي. تعالوا يابا تعالوا، اذا انتم بهاي المدينه قلت لكم هاي انتم جايين هنا لهاي الفيديو راح اخليكم تطلعون يعني اساطير. اذا انت بهاي المدينه واكو ناس مكمبر وما تعرف وين، تعال اصعد بهذا الصاروخ وانطلق للفضاء. وش تسوي وراها حب قلبي؟ تنزل على المدينة. ولكن وانت بالجو راح تشوف الاعداء وين مكمبرين وين قاعدين يتحركون. يعني حيقلشون عندك اذا هم داخل البيوت واذا هم خارج البيوت، راح يبينون عندك كذلك. وانت راح تعرف وين تنزل، وراح تعرف شلون تفاجئهم وشلون ترجعهم على اللوب بكل سهولة. شوف قدامكم بكل بساطة نزلت على كيفي وشفت ما شاء الله البندورة الحمراء قاعد تركض هياته جوايا وتغني انا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة. وانا وين نزلت؟ نزلت هنا لي فوق حتى شو اسوي؟ حتى ارجع على اللوبي بكل سهولة. واي وي دونت ورك حب قلبي؟ وين رايح؟ واي ار يو رانينج؟ هذا اللخ هرب منه انا. ولكن نرجع مرة اللخ نستخدم هذا الصاروخ حتى شنو؟ حتى نروح على الزون. وانت رايح على الزون حب قلبي اكيد راح تباع يمين يسار. انت شنو قابل راح تغمض عينك؟ لا حب قلبي، راح تباع يمين يسار، راح تلقى اشياء يعني مو طبيعية. يعني سيارة واقفة عند بيت، سيارة ثانية واقفة على الجبل. هاي شوفوا قدامكم، يعني انا طاير والهواء طاير طاير وانا ما علي باي واحد. شوف السيارة حمراء واقفة هنا وشوف السيارة على الجبل، بمعناتها انه اكو ناس هنا وهناك. ولكن اكو شغلة ثانية، البندورة الحمراء اللي هربت من المدينة اجا هنا، وهنا شنو؟ تنتهي عشرتكم المو حلوة حب قلبي. فانت ناس شو تسوي حب قلبي؟ تفاجئ كأنما ماكو احد هنا وهو بحثك قاعد يروح ويركض بكيفه. واهم شيء قاعد يغني البندوره الحمراء، ما يدري البندوره الصفراء قاعد تنتظره. وترجع هلو بكل سهوله حب قلبي. تشوفون هوايه خدع هوايه شاده. خلي لايك حب قلبي وتعالوا نروح على الخدعه اللي بعدها يا ويلي. ادري بيكم تحبون المدرسه واني من عشاق المدرسه، يد في يد والكتاب في اليد كذلك. تعالوا يابا تعالوا، هاي ما لكم بهذا الحكي. شوف حب قلبي العماره الاخيره دائما بيها يعني فايتات وروح، وراح يجي واحد يقول لك راح تستخدم الحذاء مال ميسي وراح تقمز منه. اصبر حب قلبي، اذا تستخدم الحذاء مال ميسي ما تقدر تتشلبه. اوكي عرفنا هسه الحذاء مال ميسي بسلبيات كذلك، انه احنا ما نقدر نتشلبه. شوفوا قدامكم هاي ما نقدر نتشلبه. اوكي يابا، فانت شو تسوي حب قلبي؟ ترجع مرة الاختصار على سطح وتتحول الى كرة قدم وتروح
وش تسوي؟ تقفز مرة ومرة ثانية كذلك، وانت هنا وصلت وشنو؟ راح تفاجئ العدو بكل سهولة وترجع على اللوبي. ما اعتقد احد شرح لكم على هاي الخدعة بعده، ولكن خدعة مألوفة، ولكن انا حبيت اشرحها لكم واذكركم بيها، مو مشان شيء بس حتى نرجع العدو على اللوبي. شوفوا قدامكم قفز ثاني من هنا، والعدو ما شاء الله يعني هو حاس بي يعني جت من هنا، لكن خطيه يعني رجع على والعدد الثاني ما شاء الله هنا هم سووا لي سبرايز، يعني ما شاء الله عليهم، يعني الاي بي ان يجي تكمبرون والله ما ادري. الخدعه الثالثه كذلك، الخدعه الثالثه شنو صار؟ كم خدعه حب قلبي، ولكن هنا كذلك تقدر تستخدم هاي الكره وتقفز الى هنا، وتعرفون الى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوه يا ويلي على قلبي. هنا كذلك تقدر تفاجئ العدو المتواجد بهاي العماره، ونروح على اللي بعدها يابا. قدامكم العدو هنا متواجد، يعني اثنين ما شاء الله مكمبرين، تقدر بكل بساطه وبكل سهوله تقفز الى الطابق الثاني. هاي قمزه قمزتين انت جيت هنا، والعدو ما راح يتوقع انه انت بهاي السهوله وبهاي السرعه صعدت الى هنا، وراح ترجعهم بكل سهوله على اللوبي، لان هم ما متوقعين سرعه صعودك لهنا. وبعد ذاك شنو قاعد تنتظر الدولمه تحب قلبي هيك مكمبر؟ شبيك شبيك ابني؟ اوكي يابا اتفقنا احنا. او مو بس هاي، دير بالك من صاحب الثاني، لان انت الصاحب الثاني ما تعرف وين مكمبر. ما شاء الله عليهم اثنينهم على اللوبي يا ويلي على قلبي. حبايب قلبي اتمنى عجبكم الفيديو، اتمنى يعني ما صار ثقيل عليكم. قلت لكم اني ما انشر بعد عن بوج موبايل، راح انشر بس بدايه التحديث ويمكن فيديو او اثنين خدع، وها هي، ويمكن ننشر فيديوهات خرافات، والباقي كلها فلوجات، ونشوفكم فيديو ثاني جديد.